دكتورة انت ما بترديش ليه على استشارات مرضية اونلاين؟ دكتورة انا عندي اعراض قيء، اعراض اسهال، وعايزة علاج بسرعة. دكتورة القط بتاعي بيموت، اعمل ايه معاه دلوقتي حالا؟ دكتورة المشكلة يعني ما فيش حاجات ببلاش؟ طيب خلاص انا هبعت لك الفلوس انستا باي او فودافون كاش وقولي لي على العلاج. كان عندنا قصة صغيرة هقولها لك بسرعة وهتفهم ليه منها احنا ما بنعملش كده. اونر عندها قطة، القطة عندها اعراض مرضية تنفسية، دخلت الاعراض دي على شات جي بي تي مرض العصر وقال لها الاعراض دي كومون كولد، كتب لها على انتي بايوتيك، كتب لها على موسع شعب. الاونر فضلت تدي القطه بتاعتها اللي هي عمرها 3 شهور الادويه دي كلها لمده 10 ايام. القطه كانتش بتاكل، القطه جت في حاله اعياء شديد دي هايدريشن، القطه جت العياده بتموت وللاسف توفت. الاعراض المرضيه انت ما بتقدرش تحددها مهما عملت، انت مش هتقدر تسمع صوت القلب، مش هتقدر تسمع صوت الرئه. انا ليا نظره غير حضرتك. الطبيب المعالج بيبقى ليه اسلوب في التشخيص والعلاج، لان الاعراض بتاعه الامراض كتير متشابهه، كلها ممكن تصب في نفس الموضوع. احنا اللي بنفرق ده. ما ينفعش اديك، لازم اشوف الحاله واعاينها، ممكن اساعدك في طوارئ، ممكن اقول لك تعمل ايه لغايه ما توصل للطبيب بتاعك، لكن ما اقدرش اديك استشاره اونلاين.